صحباتي المميزات، قولوا لي بصراحة شحال من مرة قلنا غادي نرتبوا الدار اليوم وها احنا كل نهار كنأجلو، كنفيقوا الصباح كنلقاو المواعين الحوايج الأوراق الحوايج ديال الدراري فوضى من تبغي تشوفي. ولكن واش عارفين أن الفوضى ماشي غير ديال الدار، راه حتى في العقل ديالنا الفوضى ما كتهبطش من السما، كتجي حبة بحبة. خليتي ورقة اليوم غدا زدت كتاب، من بعد كومة ديال الحوايج وفجأة تولي الدار كلها عامرة الحل. ما تخليش الحاجة تراكم، أي حاجة خديها في بلاصتها في الحين. قبل ما تبداي التنظيف شوفي شمو كيبان فوضى عندك بالضبط، مثلا المطبخ، الدولاب، الصالون. اختاري غير مكان واحد في اليوم. راه الخطأ اللي كنديرو بزاف هو أننا نبغيو نديرو كل شي في نهار واحد وكنهياو بلا فايدة. واحدة من أكبر أسباب الفوضى الحوايج الزايدة. كاينين حوايج ما كنستعملوهمش غير دايرين الزحمة. ديري قاعدة ما استعملتوش 3 شهور يخرج، هاكا كتخلي بلاصة وكتحسي براحة في العين والنفسية. ماشي ضروري ديري تنظيف عميق كل نهار، ولكن كل نهار 10 دقائق ديال النظام كافية باش الدار تبقى دايما منظمة. مثلا قبل ما تنعسي دوري بدارك وخدي أي حاجة ما في بلاصتهاش ورجعيها. منين كتكون الدار نقية كتحسي براسك خفيفة، حتى راسك يتنظف. ما تبقايش تسناي الظروف باش تبداي، بداي باش الظروف تتبدل. شوفي أختي، ماشي المهم تكوني دايما منظمة، المهم كل نهار ديري خطوة صغيرة لقدام. راه ما كاينش دار كاملة النظام، ولكن كاين نية ونشاط وتغيير شوية بشوية. ما تحكميش على راسك، وخا الفوضى كتجمع، غير خدي نفس عميق وشوفي شنو تقدري ديري اليوم، ماشي غدا، ماشي من بعد، اليوم. وما تنساوش الزوينات ديالي، خليو التعليقات ديالكم، قولوا لي شنو أكتر حاجة كديروها باش تحافظوا على النظام في الدار. وراه في الفيديو الجاي غادي نشارك معكم أفكار زوينة وسهلة باش تبقى دارنا دايما مرتاحة.